ثلاث ممثلين مصريين اختفوا، وبصراحة جدعان يعني الحمد لله ان هم اختفوا. يعني انا واحد من الناس مبسوط ان هم اختفوا. رقم واحد بالنسبة لي هو طارق الليبيري. الراجل ده يا جدعان ظهر لنا في اكتر من دور وكده، وقعدت ابحث يعني طلع ان هو طبعا ابوه منتج مسرحي قديم ومش عارف ايه، من عيلة انتاجية يعني فنية. بس الموهبة مبططة، يعني انت فاهم، موهبة قد كده اهو. فاشتغلت مرة اتنين تلاتة اربعة ما جاتش معاك فريح، ودي حاجة جميلة وبتثبت لك ان اللي معاه واسطة او عنده حد يزقه يعني في المجال ده مش هيعرف يستمر. حتى لو اشتغل مش هيعرف يستمر. اما الممثل رقم اتنين بالنسبة لي ده ما اعرفش مين واسطته والله اعلم، يعني اللي هو محمد كريم. محمد كريم حاليا بيمثل في امريكا وما شاء الله، اللي هو ايه، يعني افلامه ما بتنجحش ولا اي حاجة ولا حد يعرف عنها اي حاجة يعني، بس الناس شايفة ان هو يعني ايه. المهم ان هو هناك، يعني انت فاهم، هو بيعمل افلام ما اعرفش مين بيشوفها بصراحه، يعني انت في امريكا، يعني المشكله ان هو في بطولات يعني مع نيكولاس كيدج وبتاع، بس هو ايه، في حته كده يعني ماشي. لو الامريكان شايفينك حاجه كويسه ربنا يوفقك ويوفقهم، وايه خليك هناك، لان انت هنا ما يعني ما فيش خالص مكان. اما الممثل رقم ثلاثة اتمنى تكتبوا لي انت في الكومنتات ونتناقش فيه سوا، وتابعني بنزل محتوى يومي عن التمثيل، وما تنساش اللايك. وسلام.